السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سمو المرغني ويصد الركله الاولى لفريق الهلال، يلعب كرة في المرمى، هذا 1-0. تنفيذ بنجاح في الزاوية اليمنى لمرمى أحمد، تنفيذ وجون، هدف. العارضة في المرمى 1-1. إبراهيم حينفذ الركلة الثانية لفريق الهلال، يلعب كرة قوية، جول، هدف ثاني. إبراهيم والاثنين في المرمى، الأهلي سدد 2، سمو الأضاع ومهند في المرمى، هدف. الركلة رقم 3، يلعب كرة، جول، جول، كرة في المرمى. إعادة لركلة أطهر الطاهر، معاذ الجوز، السنوات معاذ الجوز مباشرة في المرمى، جول، هدف. الركلة رقم 4 للفريق الهلال، عبد الرؤوف لفريق الهلال، الرؤوف في المرمى، هدف، جول. إبراهيم وأطهر وعبد الرؤوف، والأهلي من أرض مباشرة، ومبروك لفريق الهلال، مبروك لفريق الهلال الفوز ببطولة كأس السودان. صد من أبو 20 أحمد محمد زين، يضيع الركلة الترجيح الخامسة للنادي الأهلي، ومباشرة الهلال بطلا لكأس السودان لموسم 2021 بركلات الترجيح 4-3 في مباراة كانت ماراثونية حقيقة، مباراة كانت فيها تكتيك عالي جدا. الهلال يمتلك زمام الأمور في هذه المباراة منذ الدقائق الأولى وحتى الدقائق الأخيرة، ويحكم الكرة لصالحه بامتلاك الكرة في وسط الملعب وتمريرات من الدفاع وتقدم إلى الأمام وإضاعة فرص كانت في الجزء الثاني من المباراة. والأهلي اصطاد كل الكرات بدفاع متميز جدا، وحتى وصل الفريقان إلى ركلات من نقطة الجزاء تميز فيها لاعبو الهلال والد الدين وإبراهيم وأطهر الطاهر وعبد الرؤوف، وسجلوا 4 ركلات. وبعد ذاك سمو الأضاع وأحمد محمد زين أضاع، ومهند الطاهر سجل، والصادق الجريف سجل، ومعاذ الجوز سجل. تنتهي هذه المباراة 4-3 بركلات الترجيح، واللي صالح فريق الهلال اللي يحرز اللقب رقم 8 في بطولة كأس السودان في هذا الموسم، موسم 2021، ويبقى ويضيف اللقب رقم 8 في كأس السودان. صلاح نور الدين، دخول اللاعبين مهند الطاهر وكذلك اللاعب معاذ الجوز، وكان احتمال معاذ سجل ومهند الطاهر سجل، لكن كرة مهند برضو كانت شبيهة بكرة سمو المرغني، ارتدت أو اصطدت بالقائم، لكن بعد ذلك تحولت لقوتها لداخل الشباك. كرة سمو المرغني ارتدت من القائم، بالرغم من سمو المرغني بيمتاز بالتسديدات القوية جدا، ودائما ما يسجل يمكن من هذه الكرات، لكن دائما قبل استخدام الجزء الصحيح في القدم لحظة التسديد واتخاذ القرار لابد أن تكون أنت مهيئ نفسيا لمثل هذه الكرات، لأنه زي ما قلت لك كونك تحدد بشكل قاطع الزاوية والجزء اللي أنت هتستخدمه، ده بيحتاج لهدوء، بيحتاج لتركيز عالي جدا. واضح أنه سمو المرغني كان في انفعال، وواضح من خلال الكرت الأصفر اللي يمكن تلقاه في أثناء سير المباراة أثر بصراحة على تركيزه بشكل كبير. أنا كنت أتوقع أنه يسدد في الأول مهند الطاهر أو معاذ الجوز بحسبان الخبرة الكبيرة اللي بيتمتعوا بها اللاعبين. الهلال واضح أنه مدرب، أنا أعتقد أنه حركت الراكد في الهلال، كلنا تابعناه يمكن في الحصة الثانية بدخول عبد الرؤوف وياسر مزمل وأبو عاقل عبد الله، دخولهم غير بشكل كبير حتى في شكل الهلال. على الرغم من أن الهلال كان ممكن يحسم المباراة، يمكن من أكثر من تسديدة، بالذات تسديدة محمد عبد الرحمن وتسديدة اللاعب مكابي وتسديدة ياسر مزمل، لكن زي ما قلنا
الوقفة الصحيحة والتمركز الجيد لأحمد عبد العظيم حاول دون أن تصل هذه الكرات لشباكه. لكن واضح أنه الهلال بصراحة استحق الفوز يا حمد، لأنه عمل له الدليل على كده أنه وصول الهلال ذاته للمباراة النهائية كان على حساب فريق هلال الفاشل، فريق مميز جدا. يعني اتحاد البشاغرة 8-0 في الدور يعني النهائي على برنات حلفا الجديدة. ويعني قبل في الدور نصف النهائي قدم مباراة كبيرة فريق الهلال بأريحية يتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السودان. نعم، ويستحق طبعا جمهور الهلال انه يحتفي، والان احنا بنشوف قدامنا يا يعني أولت رأس الهلال دائما ما يرسم لوحة رائعة جدا. نعم، ودي لوحة رائعة تؤكد الاحتفالية الكبيرة بالنسبة لجمهور الهلال بلقب من الألقاب اللي بيستحقها فريق الهلال بأدائه بعطائه بتميزه بتفرده بإمكانات اللاعبين العالية وهو بالفكر التدريب العالي بالنسبة للمدرب فلوران. بالتالي يستحق هذا الجمهور بصراحة المتواجد الآن في أرضية ملعب استاد الهلال بأنه يعني يحتفل بكأس السودان، يعني بعد أن احتفل طبعا بكأس الدوري الممتاز العام الفائت، وبعد المستويات الجيدة اللي قدمها أو بيقدمها الهلال الآن يا محمد في النسخة 28 لبطولة الدوري الممتاز زي ما تفضلت. فوز الهلال يعني في 5 مباريات، حصول على 15 نقطة. الآن شاهدنا فريق بصراحة مميز، على الرغم من أنه يعني الهلال ما سجل في الزمن الأصلي للمباراة وفاز بالكأس السودان بركلات الجزاء الترجيحية، لكن برضو ما تنسى الاستراتيجية اللي لعبها فريق الأهلي الخرطومي. يعني أيضا مجهود كبير من فريق الأهلي الخرطوم، اللاعبين والمدرب صلاح نور الدين حتى وصول المباراة النهائية. صراحة فريق يستحق الثناء والتقدير. بالتأكيد. أول حاجة صلاح نور الدين أنا بصراحة بحييه يعني على المستوى الفني المتصاعد بالنسبة لفريق الأهلي، حتى في ايضا لاعبي مقاعد البدلاء زكريا حيدر، محمد عبد الرحمن، احمد فتحي، وقيع الله وصابر البشير ومهند كمال ومعاذ القوز واحمد موسى الدنبش. اذا الان يتم تتويج النادي الاهلي بالميداليات الفضيه لنيل المركز الثاني لهذه المنافسة بعد أن أدى أداء جيدا في كل المباريات دون خسارة صراحة في ال3 مباريات الماضية. تعادل مع المريخ في الزمن الرسمي وأقصى المريخ بركلات الترجيح، فاز على الخرطوم الوطني، وبعد ذلك اليوم تعادل مع فريق الهلال وأيضا خرج بركلات من نقطة الجزاء. هذه المنافسة اللي كانت محتدمة جدا طبعا وطويلة، والفرق بتلعب مباريات كثيرة جدا خلال التنافس، وبعدها يصل فريقان إلى النهائي، والفائز اليوم وعريس الليلة هو فريق الهلال. وألف مبروك الهلال الفوز باللقب بكأس السودان للمرة الثامنة في تاريخه الكبير والعريض، أدى أداء لاعبوه أداء مميز جدا من خلال هذه الجولة والجولات الماضية، أقصوا بعض الفرق. وبعد يعني الآن نحن في تتويج النادي الأهلي بالميداليات الفضية التي يعني نالها النادي الأهلي بعد أن وصل إلى المباراة النهائية وبذل مجهودا ذلك الباشمهندس رامي. وتحية كبيرة جدا طبعا لمجلس إدارة نادي الهلال لنيله أولى البطولات في هذا الموسم. الهلال طبعا حاز على لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، ويقدم مردود جيد جدا الآن في المنافسة هذا الموسم اللي مرت منا 8 أسابيع قبل التوقف في كأس العالمي. أيضا برضو يعني مجلس إدارة نادي الهلال في المنصة تحية لكل الزملاء الذين شاركوا دكتور معتصم جعفر، وكذلك يعني منذ البداية
الآن يستعد فريق الهلال يتقلد لاعبو الميداليات الذهبية، وبعدها طبعا نيل كأس البطولة في هذه المناسبة المميزة بالنسبة للهلاليين في هذه الليلة. ومبروك لجمهور الهلال ومبروك لمجلس إدارته ومبروك للاعبي نيل كأس البطولة للمرة الثامنة في التاريخ الكبير. طبعا أكيد يحتفل اللاعبون وبالذات يعني المحترفين يعني بيعتبروا هذا الفوز وهذا الترقي وهذا يعتبروه إنجاز كبير جدا الفوز بنيل البطولة القومية. أجاجون، لامين جارجو، مكابي ليبورو، إبراهيم يمورا وكل اللاعبين وبانجا السرمون اللاعبين المحترفين من الخارج، وكذلك بقية اللاعبين المحليين المحترفين في فريق الهلال الآن يعني يتوجوا بالميدالية الذهبية. وبعد هذه كأس البطولة مع دكتور معتصم جعفر ورئيس نادي الهلال ليجي وكذلك باشمهندس رامي ومجموعة من مجلس إدارة نادي الهلال تحيي لاعبيها والقطاع الرياضي الإداري في فريق الهلال وكل المجموعة بالميداليات الذهبية التي ستبقى ذكرى كبيرة جدا من خلال يعني التنافس الكبير اللي يجري بين الفرق. هلال كأس السودان للمرة التاسعة في تاريخ الفريق الهلال الآن، ويتوج بالميداليات الذهبية. 1000 مليار مبروك للاعبي الهلال بعد أن ذكرنا اللاعبين اللي شاركوا منذ البداية. هنا أيضا في مقاعد الوضع كان في إسحاق وفارس ووليد الشعلة وياسر مزمل وعيسى آدم فيكتور وأبو عاقلة وعبد الرؤوف وجون مانو، كلهم يعني كانوا مشاركة في هذه المباراة. وتاريخ كبير الآن يستعد قائد وكابتن فريق الهلال الكابتن محمد عبد الرحمن للتتويج بلقب البطولة. إذا هلال السودان والهلال العاصمي ينال كأس السودان في هذا الموسم 2021. إذا 1000 مليار مبروك. الآن محمد عبد الرحمن يستلم كأس البطولة من دكتور معتصم جعفر، كأس السودان موسم 2021 2022. 1000 مليار مبروك للهلال الفوز بلقب بكأس السودان. الآن يستلم محمد عبد الرحمن قائد الفريق ويذهب لبقية اللاعبين عشان ما يعمل الاحتفالية اللي دائما بتكون متكررة مع بقية اللاعبين. مبروك الهلال الفوز بكأس السودان واطلاق الالعاب الناريه احتفالا بهذا الفوز المميز بالنسبه لفريق الهلال ببطوله كاس السودان. مبروك محمد عبد الرحمن، مبروك بقيه اللاعبين، ابو 20 ايرينج، اطهر، عبدول، بانجا، ابو عاقله، جون مارو، ابراهيم، مكابي، والد الدين، لامين جارجو، صلاح عادل، اجا جون، عبدول، وحتى لاعبي البدراء اسحاق ادم، فارس، وليد، ياسر، عيسى، فيكتور، ابو عاقله، عبد الرؤوف، جون مانو. 1000 مليار مبروك للهلال الفوز ببطولة كأس السودان. والآن